احمد ليه اتاخر ليه كده؟ ايه ده؟ هند تعالي شوفي كده مين اللي واقفه؟ ماما. طب بقول لك ايه؟ هاتي بقى الحاجات دي وهاتي الوش واسبقي انت حبيبتي على البيت، انا هجيب ماما واجي ماشي؟ ايوه انا عارفه بقى، انتوا شحاتين بقى. ما تشتغل بقى، معيش فك. روح اشتغل. فكراني شحات. طب والله العظيم هقول لك انا مين. ايه انت اتجننت؟ تحط ايدك على مش عايزه. يلا اتكل على الله، روح اشحت يلا. الناس دي انا عارفه جو الشحاتين ده. اتكل على الله، روح اشتغل بعيد عني. وخر عليا قوي يا ربي. ما خلاص اتكل على الله. ايوه واقفه اهي. يخرب بيت عقلك، لو انت لسه ما عرفتنيش انا مين. طب ماشي، شغلانه حلوه. اتكل على الله بقى. عرفتني بقى من الصبح بقى. روح اشحت بعيد عني. شيماء ايه يا احمد ده كله يا احمد؟ معلش يا حبيبي، قوي عليا. حقك عليا. واقفه وده عرفني من الصبح. ده مين ده؟ شحات. عرفني واقف 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 وشايف. خلاص يا شيماء ريحي دماغك وطلعي. تأخيرك ده. خد يلا، الله يسهل لك حبيبي. يلا يلا تعالي يا حبيبتي يلا عشان اتاخرت. ماشي بقى. ايه ده؟ ومين ده اللي بيقول لا معلش يا حبيبتي اتاخرت عليك؟ ورايحين على فين؟ لا ما ينفعش اسكت. تعالي يا حبيبتي تعالي اقعدي اتفضلي. ايه يا احمد التأخير ده كله؟ معلش بقى كان عندي قوي سايبني واقفه كل دوت مرضعه كده، وراجل عارفني ومضايقني. الشحاتين ملمومين حواليا. طب ما انا قلت لك لو كنت طلعت حاجه اديتها له كان نزل من على دماغك زمان ما عملت. ما انا كل بقى تفكيري فيك انت بقى ومستنيك. معلش بقى كان عندي مشوار مهم كنت لازم اخلصه. ايه؟ وبعدين بقى احنا هنقعد نقضيها بقى اتاخرت ليه والشحاتين فكك بقى غير السيره خالص، خلينا في المهم. ماشي. وكمان قاعده معاه على الكافيه. ما كنتش اتخيل انت تعملي كده معايا يا شيماء. احمد انا قررت قررت ان انا اطلع من عماد خلاص، واخد بنتي معايا ونتجوز بقى ونعيش مع بعض سوا. لا بقول لك ايه، مبدأ الطلاق ده انا مش موافق عليه. ليه بس يا احمد كده ليه؟ عشان لازم نصبر. ليه؟ عشان نطلع من وراه بقرشين حلوين، نعرف نشتري شقة نعيش فيها نتجوز فيها، نعرف نطلع بقرشين يعيشونا برضو. طيب يعني ما ممكن برضو ما اكون اتطلقت. لا ماشي، طب بس مش دلوقتي، ما تستعجليش، اهدي بس كده، سيبيني انا اللي افكر وانا اللي اقول لك تعملي ايه وما تعمليش ايه، ما تتصرفيش من دماغك عشان ما توديناش في داهيه. خلاص اللي انت شايفه يا احمد. كمان عايزه تطلع وتاخد بنتها، وكمان يعيشوا بفلوس انا، يشتروا شقه ويعملوا مشروع برضه كل ده بفلوسي. احمد بقول لك انا خايفه، حاسه ان حد ممكن يشوفني وانا قاعده كده. لا بقول لك ايه، طالما مقلقه يبقى يلا نمشي. نمشي صح؟ يلا روحي ويبقى نتفق ونتقابل مره تاني. تيجي؟ ماشي يلا. بقول لك ايه، روح انت بقى. ايه؟ يلا عايزه حاجه؟ لا شكرا يا هاخدها. يبقى طمنيني. ماشي باي باي. ماشي يا شيماء. ايه يا هند؟ ايه ده يا ماما؟ امال فين بابا؟ بابا؟ مش عارفه ايه اللي جاب بابا. ازاي يا ماما؟ ده انا وهو شفناك وانت واقفه لوحدك في الشارع. فين؟ بره؟ اه في الشارع. لا اكيد مش انا لسه داخله. انا كنت بشتري حاجه من الصيدليه وجاي. هقف بره ليه؟ ازاي يا ماما؟ كنت انتي. لا يا حبيبتي مش انا اهو، ما هو ما جاش اهو. مش انا اللي كنت واقفه بره. خد يا انت حبيبتي. طيب فين يا عماد؟ انا هدخلهم جوه. ماشي يا حبيبتي. كنت بشتري شويه حاجات للبنت. في حاجه ولا ايه؟ لا 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 مفيش. استنى يا هند عايزك. ايه ده؟ الحاجات دي نفس الحاجات اللي كانت عند الراجل بره الشحات، الوش والبلالين. ايه ده؟ معقوله ده يكون عماد؟ هند نعم.
بقول لك يا حبيبتي، انت عرفت ماما اللي احنا شفناها في الشارع؟ اه. طب خلاص يا حبيبتي، خشي انت جوه. تخيلي يا شيماء يا حبيبتي، الشحاتين اليومين دول بيشحتوا بطريقه غريبه جدا. في راجل واقف جنبي بالقناع ده وبشويه البلالين اللي معاه، وبصي ما حلنيش انا ما اديته فلوس واشتريتهم منه. معقوله؟ مش عارف الناس دي بقت غريبه قوي. اه. طب اقول لك يا حبيبتي، انا خارج بره كده وجاي على طول، هتعوزي حاجه؟ لا لا شكرا. ماشي. الناس دي انا عارفه جو الشحاتين ده، اتكل على الله روح اشتغل بعيد عني. لا ده هو لبسه وكوتشه، هو انا ازاي ما خدتش بالي؟ انا هتصل على احمد، لازم احمد يعرف، لازم اقول لاحمد. الو. ايه يا احمد؟ يعني ايه؟ يعني الراجل اللي انا اديته الفلوس اللي كان شحات ده كان جوزك؟ لا بقول لك ايه بقى، انت لازم تتصرفي. اتصرف اعمل ايه يعني يا احمد؟ انا هقول لك تتصرفي ازاي. هتحط له حاجه في العصير في الاكل، هو ايه انت مش قادره تشغلي دماغك خالص، وبعدها هترن عليا هتلاقيني جنبك. ماشي يا احمد، خلاص فهمت. طيب. معقولة اللي في الشارع دي ما كانتش ماما؟ لا بس تقريبا كانت هي. ماشي. ايه يا عماد، رنيت عليا وقلت ان انت عايز نروح، في حاجه ولا ايه؟ اشرف، في موضوع مهم كده انا مش عارف اتصرف فيه ازاي. عايز فلوس؟ يا ريت جت على الفلوس. امال في ايه؟ انا بالصدفه النهارده كده اكتشفت ان مرتي بتخوني مع واحد. خون؟ ايوه. طب انت متاكد من الموضوع ده يا عماد؟ ايوه متاكد زي ما انا شايفك دلوقتي. طب خلاص بسيط، طلقها. هي ما تعركش، طلقها وخليها تغور. انت شايف كده؟ ايوه طبعا، من غير اي مشاكل، طلقها وتتكل على الله. بنتك انت اللي هتربيها طبعا. وانت ازاي هتسيب هي اللي تربي بنتها بعد اللي انت شفته؟ فعلا انت عندك حق، انا لازم اروح اطلقها ودلوقتي كمان. ده الموضوع محتاج كلام. ايه ده يا شيماء؟ هو انا خرجت وجيت وانت لسه قاعده مكانك ما اتحركتيش؟ ما تقومي تعملي لنا الغدا. ماشي حاضر. اعمل لك عصير الاول تشربه يروق، الجو حر يروق عليك كده. ماشي شوف انت اعمل لك تعملي العصير ايه. اللي انت بتحبه. هيكون اخر عصير ليك في البيت ده النهارده. اخر كوبايه عصير هتشربها النهارده يا عماد وارتاح منك خالص. بس هي اللي اختارت العصير، لا يمكن تحط لي حاجه في العصير. قلت لك عصير ايه روق دمك، سلام جميل. خد يا حبيبي اشرب روق عليك. هنده لي انت تشرب الكوبايه الثانيه. تسلمي ايدك يا حبيبتي. الف هنا. يا ترى حاطه لي فيها ايه؟ ايه ده؟ هي ماما واقفة كده ليه؟ ايوه ده الصح كده، عملت الصح. الو. ايه يا احمد؟ يلا تعالى بقى شوف انا عملت اللي انت قلت لي عليه. يلا بقى تعالى مستنياك. حالا هتلاقيني عندك مسافة الطريق. ايه ده؟ هي ماما بتعمل ايه وبتكلم مين في التليفون؟ هو فين؟ حلو قوي كده، عجبتيني. تمام عملت اللي بقول قلت لي لك عليه ايه، كله. هي الكوبايه دي فيها ده حاجه؟ زي الفل ده اهي، اللي معايا دي هو اللي فيها. يعني انت حاطه هنا؟ ايوه. طب انا اشرب بقى الكوبايه دي على ما العربيه تيجي ماشي. عشان اعرف اتمزج بقى كده وايه ونخطط للي جاي. خلاص ماشي. ريح. تعالى اقعدي. اخلص يا احمد يلا، بنته جوه. الله ايش في ايه؟ شيماء
هو انت حاطه في الكوبايه دي حاجه؟ لا هي كوبايه واحده بس اللي انا حاطه فيها. كوبايه واحده بس؟ ايه انا مش قادر، انا ابتديت احس بمغص جامد. ليه؟ مش عارف. لا هو نضيف مفيهاش حاجه. مش إيه، قادر. مالك في ايه يا؟ مش مغص بيقطع في بطني. ليه خضتني؟ مش عارفه يا شيماء، مش قادر يا شيماء. ايه ايه يا عماد؟ اتخضيت لما شفتيني ولا اتخضيت عليه؟ الحقوني. ازاي؟ طب ازاي؟ انت ازاي يا لهوي. انا بديت الكوبايات يا لهوي على فكره. عماد. انا كنت جاي اطلقك وبس، لا لا بس انا هقول لك على لكن حاجه. اكتشفت ان الطلاق مش كفايه عليك يا عشان ودي خاطر جايزتك. عشان خاطر هند، عشان خاطر بنتنا، عشان نعيش سوا مع بعض يا عماد. ونستنى بس انت هتعمل ايه؟ على فكره انا كنت جاي عشان اطلقك، بس طلع الطلاق مش كفايه عليك. عشان خاطر يا عماد، عشان خاطر هند. هو خلاص كده راح، عشان خاطر نكمل مع بعض من اول نعم وجديد. نكمل مع بعض. عشان خاطر بنتنا يا عماد. اديك الامان تاني.